سفينة تايتانيك موجودة دلوقتي في المحيط الأطلسي وإحنا عارفين مكانها بالظبط. بعتنا كاميرات وبعتنا غواصات وحتى سياح بعتناهم يتفرجوا عليها، لكن ليه لحد دلوقتي مفيش حد فكر يطلعها من قاع المحيط؟ الموضوع يبان بديهي صح، عندك أشهر سفينة في التاريخ مركونة في قاع المحيط، طلعها وحولها المتحف واعمل تذاكر دخول وهتكسب من وراها ملايين. هو بالفعل في ناس حاولت تعمل ده على مدار القرن اللي فات، مهندسين ومليارديرات وشركات إنقاذ قدموا عشرات الخطط عشان يستخرجوا التايتانيك من قاع المحيط. بعضها كان أفكار ممكن تتطبق على أرض الواقع وفيها أفكار إبداعية، وبعضها كان جنان رسمي، لكن كل المحاولات دي بلا استثناء فشلت. وفي الفيديو ده هنعرف ليه رغم كل السنين دي والتكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي ليه مفيش حد قدر يطلع التايتانيك من المحيط. تايتانيك موجودة على عمق 12500 قدم تحت سطح شمال المحيط الأطلسي، يعني بتتكلم في حوالي 4 كيلو متر تحت سطح البحر. لو تخيلت المسافة دي بشكل عمودي هتعرف إننا بنتكلم عن مكان بعيد ومنعزل عن عالمنا تماما. وعشان تتخيل المسافة دي أكتر، برج خليفة أطول برج في العالم طوله حوالي 828 متر، فلو جبت برج خليفة وحطيت منه 5 فوق بعض برضه مش هتوصل للحطام من السطح. عند العمق ده ضغط المية بيكون حوالي 6000 PSI، وده تقريبا 400 ضعف الضغط اللي انت حاسس بيه وانت قاعد بتتفرج بيه على الفيديو ده دلوقتي. ضغط 6000 PSI ده كأنك جبت فيل أفريقي ضخم وخليته يقف بكامل وزنه على صباع إبهامك بس. الضغط اللي هتحسه على صبعك في الوقت ده هو ده تقريبا 6000 PSI. في البحر بقى وعند الضغط ده الرئة هتتفرتك في لحظة، وجسم أي غواصة عادية هيتطبق وكأنه أشبه بكنز بيبسي. وفي يونيو 2023 العالم كله شاف بعينيه الضغط ده ممكن يعمل إيه، لما الغواصة تيتان اللي كانت شايلة 5 أشخاص رايحين يزوروا التايتانيك حصل لها انفجار داخلي كارثي. هيكل الغواصة المصنوع من ألياف الكربون انهار في أقل من ثانية، وكل اللي كانوا فيها ماتوا في لحظتها. القوة كانت رهيبة لدرجة إن الغواصة كلها اتحولت لشظايا انتشرت في قاع المحيط. ده اللي عمله الضغط في غواصة متصممة مخصوص للأعماق اللي زي دي. تخيل بقى لو حاولت تربط كابلات وتجهز معدات رفع وتشد سفينة كاملة في الظروف اللي زي دي، كمان في جو أشبه بالضلمة الكحل ومية قربت تتجمد وعلى بعد 4 كيلو متر من أقرب نفس هواء. طب خلينا نقول إنك حليت مشكلة الضغط وإنك بنيت معدات تستحمل وتشتغل في قاع المحيط، لسه عندك مشكلة تانية، الوزن. تايتانيك وزنها أكتر من 52 ألف طن، يعني تقريبا وزن 36 ألف عربية. مفيش ونش على كوكب الأرض يقدر يرفع الوزن ده، ولا في نظام كابلات اتصنع يقدر يشيل حمل زي ده. قوة الشد المطلوبة مش موجودة في أي حاجة بنصنعها حاليا بالأحجام دي، وحتى برضه لو قدرت بطريقة ما تولد قوة رفع كافية، السفينة نفسها هتتفتت في اللحظة اللي هتبدأ تشدها فيها. لأن زي ما كلنا شفنا المشاهد المشهورة لتايتانيك وهي بتغرق، تايتانيك وهي بتغرق ما غرقتش كده حتة واحدة، دي اتكسرت نصين وهي بتغرق. المقدمة والمؤخرة بينهم مسافة حوالي 600 متر في قاع المحيط، والغريب ان جزء المقدمة شكله سليم بشكل مفاجئ في الصور، لكن مؤخرة السفينة يا دوب بالعافية تتعرف عليه، عبارة عن كومة من الحديد متطبق ومضغوط وما يبانش عليه اي معالم اصلا انه كان جزء من سفينة. وحتى المقدمة اللي باينة متماسكة من بره هي في الحقيقة ضعيفة جدا. الصدى بقاله اكتر من 100 سنة بيدوب في الحديد، واجزاء كاملة من السور وقعت والاسطح بدأت تنهار للداخل. لو ربطت كابل في جسم السفينة وبدأت تشد، السفينة مش هتطلع، هي هتتفكك من بعضها، يعني ما تقدرش ترفعها حتة واحدة. لكن كل ده برضه ما خلاش الناس تبطل تفكر في أفكار مجنونة. واحدة من أشهر الاقتراحات كانت بتقول إننا نملى الحطام بكور بينج بونج نحط ملايين الملايين منها. النظرية كانت إن الكور دي مليانة هواء وهتعمل قوة طفو وتخلي السفينة تعوم وتطلع للسطح. فكرة ذكية على الورق، بس المشكلة فين؟ انت هنا نسيت الضغط اللي لسه قايلين عليه، لأنه عند ضغط ال 6000 رطل كل كرة بينج بونج هتتطبق وتختفي في اللحظة اللي هتوصل فيها للحطام. يعني الفكرة دي ملهاش أي لازمة. ناس تانية قالت لك احنا نحقن جسم السفينة بفازلين عشان يطرد المية ويخلق قوة طفو، وحد تاني اقترح نغلف السفينة كلها في مكعب تلج ضخم فتقوم تعوم وتطلع للسطح. ومهندسين من شركة BOC، واحدة من أكبر الشركات في العالم المتخصصة في الغازات الصناعية، حسبوا الموضوع ده محتاج إيه، والنتيجة كانت إنك محتاج 500 ألف طن نيتروجين سائل تضخهم لتحت، وده طبعا شيء غير عملي بالمرة. ومش بس كده، كان في الفكرة اللي جت في رواية كلايف كوسلر سنة 1976 ريز ذا تايتانيك.
في الرواية دي البطل بيقترح إننا نسد الفتحات اللي في جسم السفينة ونملاها هواء مضغوط، فتقوم التايتانيك منطلقة للسطح زي الغواصة لما بتطرد المية من خزانتها. مشهد عظيم وكلام جميل وزي الفل يا عم كوسلر، بس الكلام ده اتكتب والناس لسه فاكرة إن تايتانيك غرقت حتة واحدة، وحتى لو كانت سليمة الهواء المضغوط عند العمق ده محتاج ضغط مفيش أي هيكل سفينة يقدر يستحمله، يعني حرفيا السفينة هتتفرتك في لحظة. يعني ولا فكرة من دول هتنفع ولا حتى قريبة من إنها تنفع، لكن المدهش فعلا إن بالفعل في حد قدر يطلع جزء من التايتانيك للسطح. وقصة اللي حصل ده درامية تقريبا زي غرق السفينة بالظبط. سنة 1994 شركة اسمها RMS تايتانيك شافت جزء ضخم من جسم السفينة الخارجي مرمي في منطقة الحطام. كانت حتة من جانب السفينة اليمين حجمها تقريبا قد أتوبيس، وفيها 4 شبابيك لسه سلام، 3 منهم لسه فيهم الإزاز بتاعهم. سموها ذا بيج بيس. أول محاولة كانت في 1996. الخطة كانت إنهم يربطوا أكياس طفو مليانة ديزل في الجزء ده وينفخوا الأكياس فتقوم ترفع ال 15 طن دول بالراحة للسطح. وأنا ببحث في الموضوع ده سألت نفسي سؤال، إشمعنى ديزل يعني مش هواء أو أي مادة تانية؟ لو كانوا مالوا الأكياس دي هواء كان هيحصل الآتي: تحت ضغط ال 6000 رطل الهواء بينكمش جدا وحجمه بيصغر، فكيس الهواء الضخم اللي انت نافخه فوق ده اول ما ينزل تحت ضغطه هيقل وقوة رفعه هتختفي، وممكن الكيس نفسه ينفجر او يتطبق. لكن الديزل بقى فيه ميزتين: اول حاجة ما بينضغطش، السوائل بشكل عام زي الديزل او المية صعب جدا تضغطها، فلو مليت الكيس ديزل حجم الكيس هيفضل ثابت وشكله هيفضل منفوخ مهما كان الضغط اللي عليه بره. ومش بس كده، الديزل كثافته اقل من مية المحيط المالحة، فبما انه اخف فهو طبيعي بيميل انه يطفو ويطلع لفوق. المهم كان في 3 سفن استكشاف في الموقع وسفينتين كبار مليانين ناس دافعة تذاكر عشان تتفرج على اللحظة المرتقبة دي، ومعاهم ناس نجت من التايتانيك وحتى مشاهير. آلاف الناس واقفين على السور والأكياس بدأت تترفع والقطعة الكبيرة بدأت رحلة الصعود اللي هتاخد ساعتين. وعند لحظة ظهور الأكياس على السطح بدأت الناس تهتف وتسقف، لكن فجأة حصل إعصار قوي جدا ما كانش على البال ولا على الخاطر. الجو قلب في ثانية في موقع الإنقاذ، والحبال اللي شايلة القطعة الكبيرة اتقطعت، وال15 طن حديد نزلوا بسرعة جنونية تاني لقاع الأطلسي. وللأسف المهمة اتلغت. بعد سنتين وفي 1998 قرروا يرجعوا تاني بخطة جديدة ومعدات أحسن، والمرة دي قدروا فعلا يطلعوا القطع على السطح بنجاح، وحاليا هي معروضة بشكل دائم في معرض تايتانيك في لاس فيجاس، وأكتر من 22 مليون شخص راحوا زاروها. بس لو جيت تحسبها الحتة الواحدة دي خدت 4 سنين ورحلتين كاملين وملايين الدولارات، وكل ده وهي وزنها 15 طن بس، إنما السفينة كاملة وزنها أكتر من 52 ألف طن. على مدار السنين فرق الإنقاذ طلعت أكتر من 5500 ألف قطعة من موقع الحطام: أطباق، مجوهرات، عملات، كمانجة، حتى أجهزة التلغراف بتاعت محركات السفينة. كل قطعة طلعت كانت محتاجة غواصات متخصصة بتكلف عشرات الآلاف من الدولارات في الغطسة الواحدة، وكل القطع دي جت من منطقة فتات الحطام اللي موجودة بين نصين السفينة، مش من جوه جسم السفينة نفسها. وفي الوقت اللي العلماء بيتجادلوا فيه هننقذ ايه وما ننقذش ايه، في حاجة تانية عمالة بتاكل في التايتانيك ببطء. لو شفت فيديوهات للحطام غالبا هتلاحظ تشكيلات غريبة لونها بني محمر نازلة من جسم السفينة شبه أناديل التلج بس من الصدأ. العلماء بيسموها راستيكلز. الراستيكلز دي بتعملها مستعمرات بكتيريا بتتغذى على الحديد، بتمسك في الحديد وتاكله وتسيب وراها الأنابيب الهشة والفاضية دي. أول ما تلمس واحدة منها بتتحول لتراب، ولما بتيجي تقع بقى بتاخد معاها حتة من التايتانيك. في 2010 باحثين من جامعة دالهاوزي في كندا اكتشفوا حاجة مذهلة. اكتشفوا ان عايش جوه انابيب الصدأ دي نوع بكتيريا ما ظهرش قبل كده في اي مكان تاني على كوكب الارض، وسموها هالوموناس تيتانيكي. الكائن ده متكيف مخصوص عشان ياكل حديد السفينة، بيفضل يعمل تآكل للحديد وبيغطس اكتر واكتر في الواح جسم السفينة. العلماء بيقدروا ان التايتانيك بتفقد عشرات الكيلوهات من الحديد يوميا. جسم السفينة بيرفع وعواميد الدعم بتضعف وأجزاء كاملة من الأسطح انهارت فعلا للداخل. حاجات كانت باينة بوضوح في صور الثمانينات دلوقتي بقت مدفونة تحت الردم. وبمعدل التآكل ده بعض الباحثين شايفين ان التايتانيك ممكن تختفي تماما خلال من 20 ل 30 سنة، وناس تانية بتقول قدامها حوالي قرن. بس النتيجة واحدة، السفينة بتختفي ومفيش أي حاجة حد يقدر يعملها عشان يوقف التآكل ده. والأغرب كمان إن في ناس كتير شايفة إن هو ده اللي المفروض يحصل بالظبط، إن السفينة دي تختفي، لأن بعيدا عن التحلل البيولوجي واستحالة بعض الأفكار اللي نظريا ممكن تكون صح،
في باحثين تانيين عندهم سبب تاني يخلي التايتانيك ما تطلعش أبدا، سبب ملوش علاقة بالتكنولوجيا ولا البكتيريا ولا الفلوس. هم شايفين إن تايتانيك عبارة عن قبر. أكتر من 1500 بني آدم ماتوا لما التايتانيك غرقت في 15 أبريل 1912، أغلبهم نزل مع السفينة وجثثهم ما خرجتش أبدا. لما روبرت بالارد لقى الحطام لأول مرة في 1985 ما كانش أول رد فعل ليه هو الاحتفال. بعد لحظات من الحماس الصدمة فوقته وهو شايف مقدمة السفينة اللي كان بيسمع عنها في الأساطير طالعة قدامه من وسط الضلمة زي الوحش العملاق. في اللحظة دي بس عرف إن كل اللي قرأوا في الكتب كوم، والوقفة قدام العملاق ده كوم تاني خالص. هو والطاقم اللي كان معاه وقفوا دقيقة حداد على ظهر السفينة وهم واقفين فوق مقبرة فيها 1500 إنسان في الضلمة اللي تحتهم. واللي بالارد شافه في قاع المحيط خلى الموضوع أصعب. الجثث نفسها اختفت أكتر من قرن في أعماق المحيط، درجة حرارة المية والكائنات البحرية أكلوهم تماما، فقط جزامهم اللي كانت لسه موجودة. الجلد فيه مواد كيميائية الكائنات البحرية بتبتعد عنها، فعشان كده متبعصرين في منطقة الحطام في نفس الأماكن اللي الركاب وقعوا فيها. هتلاقي جزم موجودة زي ما هي فوق الرواسب. ومن وقت الاكتشاف حكومات كتير اتحركت عشان تحمي المكان، وفي 2012 بالظبط بعد قرن من الغرق الأمم المتحدة أعلنت رسميا إن الحطام موقع محمي. أي حاجة تحت المية بقالها أكتر من 100 سنة بتعتبر تراث ثقافي. وأمريكا وبريطانيا وقعوا معاهدة تانية في 2019 بتنظم بالظبط مين يقدر يزور الحطام ومين يقدر يستخرج منه، والحكومتين دلوقتي ليهم سلطة إنهم يقبلوا أو يرفضوا أي تصاريح لأي نشاط في نطاق كيلومتر من الموقع. فإجابة السؤال ليه مش قادرين يطلعوا تايتانيك لحد دلوقتي ليها كذا سبب. أول سبب وبكل بساطة لأننا ما نقدرش. العمق مرعب والضغط بيحطم أي شيء، والسفينة تقيلة جدا وهشة وحالتها جار عليها الزمن. وزي ما قلت لك في علماء كتير شايفين إننا مش المفروض أصلا نطلعها. في مكان ما جوه الحطام ده وسط الحديد اللي بيدوب والرواسب اللي اتكونت في آخر أثر لناس ما رجعتش بيوتها أبدا، عائلات باعت كل اللي تملكه عشان تذكرة لأمريكا، عمال حوشوا لشهور عشان تذكرة درجة تالتة، وغيرها وغيرها من الأحلام اللي كانت موجودة على السفينة دي. بعد سنين من العناد السفينة بدأت تستسلم أخيرا وبدأت تدوب وتتلاشى جزء جزء عشان تبقى في النهاية مجرد جزء لا يذكر من قاع المحيط. ويوم ورا التاني البكتيريا هتفضل تاكل في السفينة والحديد هيفضل يدوب، ومحدش عارف يمكن خلال السنين اللي جاية ما يبقاش فيه أي شيء من أثر التايتانيك، أو ممكن فقط مجرد أثر بسيط في قاع المحيط لمكان سفينة كانت في يوم من الأيام بتعرف نفسها إنها السفينة التي لا تغرق أبدا. وبس كده، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وفي النهاية ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمة. سلام.